السلام عليكم وتحية خالصة لجميع المتتبعين والمتتبعات الأوفياء. كنحييكم تحية خالصة، كنحييكم تحية خاصة لكم، وكنقول لكم بلي توحشت انني نرجع لهذه البلاطفورمه ديال يوتيوب باش نشارك معكم المعلومات والاخبار اللي تقدروا تستافدوا منها. وكما العاده بطبيعه الحال صراحه ضيق الوقت هو اللي ما كانش كيخليني باش انني نشارك معكم فيديوهات. كذلك واحد الحقيقه اللي ما غاديش نكروها انه ما كاينش تشجيع، لان دابا هادشي ديال يوتيوب كل واحد وزهر وما عندهاش العلاقه بالانسان واش متمكن ولا ماشي متمكن، واش عنده ما يقول ولا ما عندوش ما يقول. هذا اليوتيوب دابا للاسف الشديد كتعطى اللي ما عندوش، وقليل اللي كنشوفوا في المستوى راه كيوصل شي مرحله وكنفرحوا معاه بطبيعه الحال. اذا لما لا، الناس اللي بغاو انني نشارك معاهم فيديوهات ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالبارطاج وانكم تخليو البصمه ديالكم في الفيديو. هذا كيشجعني حتى انا باش انني نجي وندير مجهود، لان هذه المعرفه ما كتجيش من فراغ. والفيديو باش يتحط ماشي كيتحط هيدا يعني كينزل وكيتحط، نو خاصنا نخدموا عليه، خاصنا نوجدوه الى غير ذلك. المهم اللي ما عندوش تجربه في هذا الشيء راه صعيب انه يعرف. ووقته وانا صراحه وقتي من ذهب، ما نكذبش عليكم، ما بقاش عندي الوقت دابا الانسان حتى يشوف في المرايه يمشط شعره على خاطره، يعني بهذا الاسلوب هذا للاسف الشديد. ولكن دونك انا الوقت اللي كيكون عندي كنخليه لراسي، كنخليه باش انني حتى انا نوفر الراحه ديالي، نوفر الراحه ديال الاسره ديالي، نخدم الملفات يعني بواحد الطريقه اللي هي كنوفر فيها التركيز وكنوفر فيها الطاقه ومجهود. ما يمكنش الانسان غيجي دابا وساعه يبقى ينزل فيديوهات وفي الاخر غيشوفوهم واحد القليل ديال الناس. انا في واحد الفتره قلت يا اسطى يعني بكل ثقه في النفس قلت يا اسطى يوتيوب ماشي ديالي. ولكن دابا بحكم انه بزاف كيطلبوا مني وفاء عافاك وفاء، خصوصا انه كاين ما يتقال. وانا كنت وعدتكم انني اي حاجه عندها علاقه بما يخص بصفه خاصه بالتسويه، بحال اللي كنت كنشارك معكم الفيديوهات ديال المحطات النضاليه وديال النضال في المساله ديال التسويه، اللايفات اللي كنت كنديروا مع مناضلين اللي كيتحركوا في الميدان، كذلك مع الجمعيات ومع المظاهرات اللي كنا كنديروا الوقفات، كنت دايره مع متابعه في شكل ديال سحب الحضانه، بحال انغريسو مينيمو بيتا انغريسو مينيمو بيتا سمحوا لي. كذلك بحال المساله ديال الفيديوهات اللي كيكونوا على اكسترانخيريه، قانون الهجره. دونك غادي رجعت باش نشارك معكم الاخوان والاخوات. مقدمه غتكون طويله بطبيعه الحال لان هذه غياب وشحال هذه ما هضرت معكم. غادي نشارك معكم اخر مستجدات الخبر اللي خرج ديال التصفيه. حطيت فيديو على تيك توك. اخوان والاخوات انا غادي نبقى نستعمل التيك توك اكثر، تابعوني على التيك توك نفس الاسم وفاء اوضاح. غتلقاو انه بديت من نهار الخميس حطيت فيديو، الجمعه حطيت الفيديو اللي هو البارح، واليوم السبت حطيت فيديو. وقررت انني ندير معكم هنايا الفيديو اللي شاركت معكم في التيك توك على التسويه والخبر اللي دار واحد البوز كبير، وكيقولوا راه صافي غادي تتم التسويه وشهر 6 ولا شهر 9 راه غادي يبداو الى غير ذلك. الاخوان والاخوات وخصوصا المشاهدين الاوفياء والاعزاء اللي دائما كيتابعوا الفيديوهات ديالي، نتوما عارفين كنت كنشارك معكم جميع التفاصيل فيما يخص هذه المساله، وكنت كنقول لكم بلي اي حاجه عندها العلاقه بالتسويه غنشاركها معكم. نتوما لاحظتوا باللي انه في ديك المرحله الثانيه ديال ريغولاريزاسيون اللي درنا وديال جمع التوقيعات عبر ILP انيشيتيفا ليجيسلاتيفا بوبولار، المبادره الشعبيه هذه، كنا درنا واحد الشرط اللي هو انه غيسويو الوضعيه ديال المهاجرين اللي ابتداء قبل من شهر 11 2021. وكذلك المبادرات، هذه المبادره ديال الشعبيات ماشي كتم فقط، تمت اول مره هذه في التسويه، راه كاين عده مبادرات شعبيه، والشرط هو انه يتجمع 500 الف توقيع. والحمد لله حنايا استطعنا نجمعوا تقريبا 700 الف توقيع. نهار 3 الاخوان الاربع ولا 3 يعني الصباح بكري شفت الخبر، قريته وسمعته في التلفازه، وهذاك الخبر الاخوان ماشي صدقوا انه صافي غتتم التسويه. يا ريت باش حنايا نفرحوا، لان كنا كنديروا مجهود كبير، وخصوصا اللي حنا كنا كنديروا مجهود سواء انا ولا مجموعه من الجمعيات الغير الحكوميه، سواء مجموعين النشطاء والناشطات، سواء مجموعه من الناس بصفه فرديه، مجموعه من الفيديوهات التحسيسيه، غنفرحوا بطبيعه الحال. ولكن صدقوا على اساس انه وافقوا باش يعالجوا هاد المبادره هذه. بمعنى 310 صوت قالت نعم، 31 صوت ديال بوكس قالت لا، هذه معروفه ربينا وعارفين شنو هما بوكس وعارفين بلي غيقولوا لا. ولكن
شنو غيكونوا فيه، شنو غيجي في هاد يعني في هاد نقولوا في هاد المعالجه ديال هاد المبادره، باقي ما عارفينش، باقي ما عارفينش. ونزيدكم واحد الحاجه، خصنا نفرقوا ما بين الوقت اللي حطينا هاد الملف وديناه للبادريد وناضلنا عليه، اللي فات عليه واحد المده. دابا رانا في 2024، كاين الناس اللي جاو في 2022، كاين الناس اللي جاو 2023، كاين الناس اللي جاو في 2023، بمعنى ما غاديش تشملهم هاد التسويه. بمعنى اللي كيقولوا لكم وكيطبلوا كيقولوا باللي راه تسويه جماعيه وبدون شروط كيكذبوا، ولا ما كيعرفوش اللغه باش يشاركوها مزيان، ولا غير سمعوا الخبر وجاو خرجوا دغيا باش يديروا. للاسف كاين اللي بغى يربح المشاهدات، كاين اللي بغى النسبه ديال اللايكات، كاين اللي بغى النيه ديالو انه يشارك الخبر ولكن ما توفقش انه يدير الخبر مزيان. وعليها دائما خصنا حنايا ما نلعبوش على النفسيه ديال المهاجر اللي في وضعيه اداريه غير نظاميه، لانه هو خصو يستافد وخصو يعرف معلومه دقيقه. لذلك للاسف حنايا ولينا في واحد المجتمع الكاذب ولا دغيا كيتصدق، والحقيقه ولاو كيكذبوها. انا هذه دائما كنلاحظها. والانسان اللي كيهضر عن ثقه وبمصداقيه وبنيته دائما كتلقى عليه بحال اللي كنقولوا العيون كتشير ليه باصابع الاتهام بوالو. بزاف ديال الحاجات. والانسان اللي كيكذب كينساوه، كيقولوا معليش غدا غيمشيو يتفرجوا فيه، الغد ليه غيمشيو يتفرجوا، واللايكات والمشاهدات للاسف الشديد. هذه غنقولها لان واحد الحاجه اللي كتحس في نفسي صراحه، ونوعا ما كدير لي كتعصبني. خصنا نفيقوا، خصنا نكونوا واعيين، خصنا ما نبقاوش اي واحد نخليوه ياثر فينا. خصنا حتى حنايا نديروا مجهود باش الانسان يمشي يقرا ويبحث، ويكون عنده مثلا الناس مؤثرين اللي كيثق فيهم وكيامن بالمصداقيه ديالهم. وهذا هو اللي مهم. انتونسيس الاخوان والاخوات، حنايا دابا غنستناو ملي غادي يبداو يعني يعالجوا هذا الملف، غنشوفوا شنو غادي يديروا فيه، غنشوفوا شنو غيشمل، غنشوفوا واش غيدخلوا تغيرات. حنايا انا ماشي بصفتي بروفيسيونال، عندنا اوفيسينا ديالنا كنعالجوا جميع انواع ديال الاجراءات اللي عندها علاقه بقانون الهجره والاعفاء من الجنسيه والجنسيه الاسبانيه والريوس بجميع يعني انواعها، والتجمع العائلي، جميع الاجراءات رينوفاسيونيس موديفيكاسيونيس. وكذلك فاعله جمعويه، راه ما انسحبتش، كندير المجهود ديالي وكنحاولوا ما امكن كنقولوا بلي انهم يحيدوا هذه المساله ديال العقد العمل، خصوصا الناس اللي كيعملوا الريغو بارا لا فورماسيون كيلقاو مشكل كبير. كاين مجموعه من النقط اللي كنشيروا ليها ودفعناها يعني كمناضلين على التسويه وعلى التحسين ديال وضعيه المهاجر الغير النظامي باش انه ما يبقاش يسفري بزاف. هذه المساله باش تعملوا في البال ديالكم وتعرفوا شنو وقع دابا صادقوا انهم يعالجوا الملف، يعالجوا هذه المبادره، يشوفوا شنو غيديروا فيها. واش غتكون تسويه جماعيه؟ الاخوان والاخوات ما يكذب عليكم حد، انا شخصيا كنقول لكم 95% ما غاديش تكون تسويه شامله ولا جماعيه، غتكون نوعا ما تسويه نسبيه. ولكن خاصكم تعرفوا بلي 2021 منين يعني نضلنا بزاف وبكثر على هذه المساله وحتى لدابا، راه منين خرج الريغو بارا لا فورماسيون وقلت لكم في واحد الفيديو لان انقطعت على اليوتيوب، كنت قلت لكم ملي كنت كنهضر على الريغو بارا لا فورماسيون اللي بغى يجي عندنا المكتب انه هذه جات بحال الرد على داك النضال اللي كنديروا على التسويه، جات على دوك الوقفات، على المظاهرات، على التوقيعات. شنو غنديروا الريغو بارا لا فورماسيون. دابا اللي بغينا يدخلوا يحسنوا ويغيروا الشروط وما يكونوش هاد الشروط اللي مازالوا، خصوصا الشرط ديال الكونطرا ديال عقد العمل، ويقدروا يديروا مجموعه من التحسينات اكثر اللي مازال حنايا راه هي كوموليترا بيكين، هي كلمات صغار اللي بزاف الناس ما عرفوهاش، اللي مازال غتناقش، اللي مازال خص الانسان يناضل عليها اكثر. وان شاء الله ملي غتخرج شي حاجه، وحنايا ما كرهناش تكون شي تسويه، ما كرهناش تكون شي حاجه ايجابيه بالنسبه للاخوان والاخوات ديالنا، ولكن الحقيقه هي هذه، نهار اللي غيخرج شي حاجه غيكون تعديلات. الا كانت تسويه راه غتشمل واحد النسبه، هذا هو. دونك خصهم هما يراجعوا هذا الشيء، لان بزاف اللي سواو دابا الوضعيه ديالهم الحمد لله اللي درنا لهم الوريقات ديالهم ودفعنا لهم الريغو بارا لا فورماسيون، اللي جابوا الوريقات ديالهم الحمد لله على مستوى اسبانيا، وهذا راه واحد الحاجه اللي هي مزيانه. ولكن باقي الناس كنشوف انه هذا الريغو بارا لا فورماسيون خاص يتحيد عقد العمل. انا ديما كنناضل عليها، ما كنخرج كنقول لكم دابا شنو كندير، لان كنفكر كنقول علاش اذا كان الانسان قليل اللي كيتيق وقليل للاسف اللي كيشجع، اللهم نديرها سره، بحال نعتبرها بحال صدقه.
ولكن انا كيحس في نفسي باش انني دابا نسمع فيديوهات والناس الزبناء ديالي كيقولوا لي وفاء هضر لنا عافاك قول لنا شنو كاين راه كنثيقوا فيك في الاخبار ديالك. منين سمعت بعض الفيديوهات غتقول هذه صافي هذا غوبيرنو هذا بيدرو شانسيل في يدو القرار باش يحسم في هذا الشيء وهو كيخرج بكل وجهه صافي ولا وجهها صافي كتقول ها شنو ها شنو ها شنو. الاخوان والاخوات لا انا ما كنتقد حد وما نقول الاسماء ولكن عافاكم هذه الرساله بحال اللي وجدتها من داخل تيك توك غنوجدها من هذا المنبر ديال المتواضع ديال يوتيوب متواضع في نسبه المشاهدات اما في المحتوى راه واحد الحاجه اللي هي كبيره. دابا كنشوفوا غير التفاهات دابا الانسان اليوتيوب والتيك توك ديال التفاهات هما اللي كيطلعوا هما اللي كيربحوا الارباح الطائله والاموال وهذه راه كاينه في التفاهات للاسف الشديد. كنقول لهم عافاكم تبقاو ديروا شويه ديال المجهود وتشاركوا شي حاجه اللي هي معقوله. ولكن للاسف كاينين اللي عارفين باللي الناس واخا تكذب عليهم غدا ينساو هذا هو المشكل. المهم الاخوان والاخوات بكل يعني الريسوميندو باختصار هذا الشيء اللي كاين. ما كاين ني تسويه ني والو. يلاه صدقوا انهم غادي يعالجوا داك المبادره ويشوفوا شنو غادي يديروا فيها ويناقشوها ونشوفوا شنو غيكون ونستناو حنايا اي حاجه خرجت غنشاركها معكم. صافي يلاه ما تبخلوش علينا باللايك وبكومونتير واخا يكون غير واحد البصمه باش انه هاد الفيديوهات وحتى نتوما يعني كتشجيع باش يطلعوا هاد الفيديوهات ماشي لهدف شي هدف وانما فقط باش انني تشجعوا انني نبقى ندير نحط لكم فيديوهات. تحياتي والى اللقاء. تقدر تشوفوا ما يسمع.